النجاح بودكاست هو بودكاست بيتكلم على نجاحات ناس عادية في الوطن العربي ومصر. كل يوم تلات عندنا حلقة جديدة مع رحلة جديدة مع ضيف جديد، فخليكم معانا واسمعوا كل حلقة. متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، وشير الابسود ده لو لقيته مفيد. يلا بقى تعالوا نسمع الحلقة بقى. صباح الخير جميعا. حلقة جديدة من رحلة نجاح بودكاست. النهاردة احنا هنسافر للبحرين تاني. آه، الضيف الأسبوع ده تالت ضيف من البحرين. الحمد لله البحرين بقت مشهورة على البودكاست عندنا. هو adventurer author وسبيكر. معايا الأستاذ الجميل محمد عيسى. صباح الخير يا محمد. صباح النور والسرور وصباح الفل والياسمين. يا ربنا يخليك ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ تمام. الحمد لله كله تمام ولله الحمد. I'm very very glad ان احنا finally عرفنا ان نعمل الابيسود دي. شويه hiccups في الطريق، بس يعني الحمد لله everything smooth و everything's running زي الفل يعني. ف الحمد لله. I'm glad انك انت you're joining us. صديقتي نادين عرفتني عليك. نادين موسى صديقة قديمة، بقالنا أكتر من 20 سنة نعرف بعض احنا واحنا أطفال. ف و... خبرتني أصحاب من المدارس. من المدارس والساحل الشمالي والصيف والعجل والحاجات دي يعني. I'm very glad انك تبقى موجود معانا. وخليني ابتدي سؤال كده غير تقليدي. آه، انت في رأيك ايه الديفينيشن للنجاح؟ والله الديفينيشن للنجاح أو تعريف النجاح ما في ديفينيشن معين صراحة. كل واحد بيشوف النجاح بشكل مختلف. في ناس بتشوف النجاح إن عندها فلوس في البنك، في ناس بتشوف النجاح هي عندها فريدوم في اللايف ستايل. مثلا أنا قبل لا نطلع أونلاين في أخ بحريني تعرفت عليه من السوشيال ميديا. آه، عمال يعمل رحلة من المكسيك إلى كندا مشي، فاليوم واصل 100 و 145 يوم. يمكن تسأل هذا الأخ إيه النجاح، بيقول لك إن أنا أكون في الخارج بتمشى. اوكي فكل واحد بيشوف النجاح من منظور مختلف. اوكي اوكي جميل جميل. طيب خلينا نبتدي بالحلقة بان احنا اتعرف اكتر على رحلتك كسبيكر ادفنتشر اوثر. ايه اللي وصلك للبوينت دي؟ عشان احنا من البودكاست ده احنا بنحاول نشاين a bright light in a very difficult world زي ما بيقولوا يعني الايام دي. ف shine a bright light that احنا there is hope. كل ما نشتغل اكتر consistency is always king. بالنسبه لي انا you will succeed. فقول لي رحلتك يا محمد. طيب أنا بدل ما أقول لك رحلتي خليني أعطيك. أنا لما أروح حق جامعة أو مدرسة، مم. يعني بيدرسوا هاي سكول او الجامعات الاندر جراجويت، انا احب اتعامل مع هذا الفئه من الطلاب على اساس ان نعطيهم بعض الالهام. فدائما لما اروح عندي استراتيجيه معينه لما افتتح البرزنتيشن. فاول برزنتيشن اول سلايد يطلع في البرزنتيشن بحط اللوجوز تبع الشركات اللي اشتغلت معاها، شركات كبيره وشركات صغيره وشركات معروفه عالميا. فخبرهم ان هذا اللي انا اسويه، يعني هذا شغلي ان انا بتكلم وباخذ فلوس. طيب. فهذا اول سلايد. ثاني سلايد بوريهم الكتب اللي انا مؤلفينها، الكتب مم. اللي الفتها سواء انا او ككولابوريتيف اوثر مع اوثرز ثانيين. الحمد لله عندي 19 كتاب، رقم 20 21 22 جايين بسرعه. اوكي. اصلا في كتب جاهزه بس انا ما طبعتها. مم. فهذا ثاني سلايد. ثالث سلايد عندي كولاج، يعني السلايد كامل كولاج صور من مختلف الرحلات، ما فيش يعني فراغ في السلايد. اوكي. ده بقول لهم دي حياتي. مم. فهم يعني بتعرف يعني طلاب يقول لك دي الحياة يعني الفل، دي فل. الحياة الفلة يعني الجميلة مم. فبعدين أقول لهم لحظة لحظة، مم. صبروا شوي.
السلايد الجاي راح يكون أهم من السلايدات الثلاثة اللي مشوا. السلايد الرابع يكون بيت جدي اللي اه. هو مبني في بداية الخمسينيات من طين ومن حجر و يعني خشب من نخيل اللي موجودة في البحرين، مم. وال ونقول احنا الدرايش اللي هي النافذة مم. من خشب وشوية حديد. ف يعني هذه الصورة بتمثل لهم الصدمة. فأنا اوكي. أقول لهم أنا انولدت في هذا البيت اوكي. وعشت في هذا البيت قبل لا أكون سبيكر، قبل لا أكون أوثر، قبل لا أكون أدفنتشرر. مم. وهني أعطيهم أول مسج: مم. It doesn't matter where you start, what matters where you finish. يعني مم. مش مهم أنت تبتدي من فين، المهم أنت وين رايح. صح. وهذا نفس الكلام اللي تفضلت فيه. يعني أنا عندي معادلة ما تنكسر، لا يمكن تنكسر هذه المعادلة: من مم. جد وجد، انتهى الموضوع. مم. مظبوط مظبوط مظبوط. فهذه بدايتي بيت الطين والحجر. بيت الطين والحجر. اوكي. جميل جميل. وانت يعني بتتكلم الناس وتقول لهم، يعني انا عاجبني طبعا فكرة البرزنتيشن وكده، لان الناس بت- بتحكم على المظهر الحالي. واكيد الطلبة قالوا واو، يعني احنا عايزين نبقى في مش نفس يعني الطلبة، لا اه. لا. مش الطلبة، يعني حتى لو بروح حق الادلتس اللي working professionals ايوه. ولما اعرف عن نفسي واقول دائما باللغة الانجليزية I امم. speak, I write, I travel. امم. فهم. واو. هذا اللي مثل ما تفضلت، يعني الناس تشوف المظهر الخارجي ما تعرف ايش الصعوبات، ايش التحديات اللي مر فيها الانسان. وايه ايه الصعوبات والتحديات اللي مريت فيها؟ والله شوف، انا بقول لك يعني قصة هذه يمكن ما قلتها في اي بودكاست ثاني، هاي تطلع اكسكلوسيف لك. ربنا آه، يخليك. احنا طبعا عيلتنا عيلة يعني مش من الطبقة المتوسطة ابدا. احنا تحت المتوسطة، تحت اوكي. تحت. تحت طيب. تحت. يعني اوكي. يعني اوكي. احنا عشنا وتربينا بعد بيت الطين والحجر. امم. عندنا احنا في البحرين نظام بيوت الاسكان، اللي هي هذه البيوت اللي بياخذوها الناس من الحكومة. امم. يعني تنتظر دورك لما يطلع لك البيت وبتروح البيت امم. هذا. فاحنا عشنا في هذا البيت، بيت الحكومة. في دول بيسموه سوشيال هاوسنج. ايوه. فاحنا عشنا في هالبيت طبعا. ال- حالتنا يعني المادية مثل ما خبرتك يعني. راح اليوم أعطيك كل شيء، ها. يعني اليوم أنا قاعد أتكلم وأتذكر أشياء. يعني مثلا اه. مرة من المرات جات باحثة اجتماعية تبحث عن وضعنا الاقتصادي والاجتماعي من امم. وزارة العمل، يعني وزارة التنمية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يعني اوكي. احنا كنا صغار. امم. امم. فأذكر سألت الوالدة الله يحفظها: امم. تقري جرايد؟ امم. فالوالدة قالت: أنا ما أقرأ جرايد، لأن أفضل أعطي المية فلس هذه إلى واحد من عيالي. لو بشتري جريدة أفضل أن أعطي المية فلس إلى واحد من عيالي. هاي مثال. المثال الثاني يا طويل العمر، أن مثلها واجد الحين طارت بس يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في حياتي امم. ويعني نسيتها بس اتذكرتها من فترة، يعني مش طويلة الفترة. ان اه. احنا كنا بنستلم اللي بيسموه معونة الشتاء. ايش معونة الشتاء؟ يعني بتاخذ لك يعني فانيلة سويتر عن البرد من المدرسة. اوكي. امم. فهذا وضعنا يعني الاقتصادي. المثال اللي ما يعني نسيته والحين رجع، ايش هو؟ اه. كان عندنا نوع من الجبنة البيضاء. الجبنة البيضاء تجي في علبة. اه. هذه الجبنة يوم اللي العشاء يكون هذه الجبنة مع خبز. امم. احنا بالنسبة لنا هذه وليمة، امم. امم. وليمة كبيرة، يعني لدرجة ان البلاستيك العلبة ما تلقى فيها ذرة جبن. اوكي. يعني راح نمسحها مساح. فهذه حياتي الأولية، ان هذا الوضع اللي انا كنت عايش فيه. امم. امم. وانت عايش في الوضع ده عشان الناس عايزهم يسمعوا كويس جدا. وانت قررت، انت كان عندك مايند سيت مختلف. ما في ناس كتيرة بتبقى عايشة في نفس المستوى
بتاعك ما عندهاش المايند سيت ده، وراضيه، هقول راضيه بحالها. ربنا هو يعني في مصر بيقول احنا راضيين بربنا اللي قسمه لنا يعني. انا ايوه بعترض على الكلام ده. ربنا ايوه ايوه. انا راضي، ابقى راضي جميل، بس ربنا بيقول اسعى واسعى وراك. يعني ملهاش 100%. علاقه ملهاش 100%. علاقه بالسوشيال ليفل او كلاس بتاعك. ما انا ممكن من زي ما انت تقول من قاع المجتمع واشتغل جامد و... وانجح. واحنا عندنا امثله كتيره في مصر، عندنا اكيد يعني اكيد، واحنا بعد عندنا امثله كثير في البحرين. يعني احنا يعني عندنا شوف انا. العربي، شركة العربي بتاع الراجل الكبير ده، راجل بنى نفسه بنفسه يعني. يعني فما فيش حاجة مستحيلة. هي المشكلة ان الناس هي اللي بتحط الباريرز ليميتيشن، تحط والليميتيشن. الليميتيشن، بتحط المايند سيت طب ايه إيه اللي خلاك بقى انت كحد من البحرين يبقى عندك نظرة مختلفة عن بقية الناس شوف العرب؟ انا الحمد لله، يعني هذه نعمه من الله. انا يعني كنت ناضج اكبر من عمري، اوكي. ناضج اكبر من عمري. في قرارات كثيره خذيتها وانا في عمر صغير. مثلا مم. انا قررت ان ما اعتمد على الحكومه على اساس هي تديني بيت. مم. هذا من القرارات اللي خذيتها وانا صغير. يعني في لما تنتظر انت بيت الحكومه ممكن ياخذ 5 سنين، يمكن 10 سنين، ممكن 20 سنه، ممكن 30 سنه. صح. في ناس مثلا بتحصل بيت الحكومه لما يكون عندهم احفاد. مم. فانا ما حبيت هالشيء. يعني انا قلت لا، انا راح اتصرف وانا اللي اجيب البيت وانا اللي اجيب كل شيء. يعني طبعا حكومه البحرين ما تقصر، اعطونا دراسه مجانيه، العنايه الصحيه مجانيه، كثير من الاشياء مجانيه، وكانت رمزيه ذاك الوقت. اليوم تغير الوضع. مم. فهذا الشيء الثاني، بحكم انت يعني عايش في فقر. طبعا انت تبي تطلع من هالفقر. مم. يعني ايام كثيره في المدارس من غير اكل، ايام كثيره في المدارس من غير مصروف جيب. آه، اصحابك اللي معك في الفصل هم بيعطوك اكل من عندهم. ف مم. يعني ذاك الوقت انت بريء، ايوه. عادي. يعني عندك هالشيء، ما تحس ان في شيء ناقص. يعني هذا جزء من. واحنا كنا مشغولين اصلا بكره القدم. مم. الصباح نلعب كرة قدم، في الظهر نلعب كرة قدم، في العصر كرة قدم، في الليل مشغولين ما نفكر في هالاشياء. مم. فهذا الشيء الثاني اللي قررته وانا صغير، كان عمري 13 سنة. مم. عندي خال بحبه كثير، هذا الخال. اوكي. ليش؟ لان انا كنت اول ولد في العيلة. اه. وكنت طويل، يعني من عمري 14 سنة انا هذا طولي ما تغير. اوكي. فهو كان بيعطيني الفنايل تبعه والتراك سوتس والجزم. مم. فأحبه كثير. اه. وبعد ايش الموضوع الثاني؟ انه هو عادة ما بيقفل الغرفة تبعه. فأنا بدخل يمكن في علك، يمكن في حلاوة، باخذ مم. لي حلاوة وعلك وأنا طالع. اه. فبعض الأحيان برش شوية عطور. مم. فمرة من المرات شفت عنده جوا الغرفة كتيب دليل مهني من إصدار روتاري كلابس في البحرين. اوكي. وكان هو عبارة عن كارير جايد. اوكي. فالوظيفة، المسمى الوظيفي، المهام، وبعدين الشهايد المطلوبة، اه. وآخر شيء كان الراتب، اوكي. السالري. alright. فأنا لأن الحكم جاي، أنا يعني واحد فقير، فأبي أشوف الفلوس. يعني ما همنيش التايتل، ولا هو كان باللغة الإنجليزية. مم. بس أنا يعني كنت أوكي في اللغة الإنجليزية من سن صغير. اوكي. فكنت أنا بس أطالع المعاش المعاش المعاش، الراتب. إلى أن شفت أعلى راتب في الكتيب كان 276 دينار. اوكي. يعني بالدولار، خلنا أحسبها لك بالدولار. يعني تطلع 732 دولار ذاك الوقت. اوكي. زين. فأنا يوم شفت هذا أعلى راتب، طالعت فوق إيش التايتل؟ مم. اكاونتنت، محاسب. قلت خلاص هو ده. مم. فلما جاء خيار الثانوية العامة، بتروح أدبي والله علمي والله تجاري والله صناعي؟ لا، أنا مم. على طول تجاري. اوكي. وبعدين جامعة البحرين على طول محاسبة، ما في يعني لف ودوران، مم. دغري. ف مم.
هذا القرار من أهم القرارات اللي عملتها في حياتي. ويعني مثل ما قلت لك الحمد لله، يعني نعمة من الله. أنا كنت يعني أبحث وأسأل وطالع، فعرفت من سن صغيرة أن في شهادة اسمها Certified Public Accountant، اللي هو مم. المحاسب القانوني المعتمد من أمريكا، مم. وفي المقابل حقها في بريطانيا. مم. فهذا بعد كان من ضمن الأهداف، أن أنا خلاص لازم أخش في هذا الموضوع. والحمد لله يعني هذا اللي صار. اوكي. ويعني انت بتقولي انك انت كان عندك مايند سيت مختلف وانت صغير، وانت عندك ايه 14 سنة صح؟ 13 14. يعني خيار المحاسبة 13 سنة. اوكي. فانت النهارده لما بتيجي تتكلم مع طلبة في نفس السن، هل يعني هل انت بتدي لهم الحافز، تقول لهم بصوا يا جماعة، يعني انا في سنكم ابتديت افكر يعني، لان طبعا هو في عيال كتيرة يقول لك اتس امبوسيبل يعني. انا فاكر كويس جدا ماثيو ماكونهي في بودكاست أيوه. اسمه دايري اوف سي او، كان يس. كان بيقول ان ابوه كان مانع اول حاجه، يعني ثلاث حاجات كان مانعها. من الحاجات اللي كان مانعها كلمه I can't do it. ده يعني لو قالها مشكله. أي. وانا قعدت افكر في الحقيقه ده صح، يعني ان انا if I give up حتى لأبسط شيء، يعني هو اقول I can't do it، يبقى لما يجي حاجة أكبر، حاجة more difficult، I'll give up على طول يعني. فأنت 100%. بتعمل 100%. إيه، مع الأطفال؟ يعني بتدي لهم إيه، بتدي لهم النصايح إيه عشان دلوقتي هم عندهم choices أكتر، عندهم اختيارات أكتر، العالم مفتوح يعني، يعني مش زي يمينة العالم كان مقفول أيوه على أيوه طول. أيوه. ف... فبرضه it was very difficult to find يعني mentor coach a role model. بتعمل ايه، بتقول لهم ايه؟ طبعا انت يعني رسائل او نصائح موجهه بهالطريقه ما راح تمشي. امم. يعني انت لما تدخل مع جيل المراهقين في المتوسط ولا بعدين الثانوي امم. وحتى في الجامعه، يعني الارشادات ولازم تعمل كذا ولازم تروح كذا وكذا، ده ما يمشيش. امم. انت تعمل ستوري تيلينج. اوكي. ستوري تيلينج يعني تقول لهم قصص، وتصير مثل طبيب الاسنان. مم. بيجيب لك صورة الأسنان مكسرة، صورة ثانية الأسنان كويسة، صح؟ أو صح. إن مثلا واحد نحيف وبعدين صار بادي بيلدر، زي ايوه. اللي عندكم المعروف. إيش اسمه اللي عندكم المعروف؟ مين في واحد بيج عندكم بادي بيلدر معروف في مصر. بيج رامي، بيج رامي. أيوة، بيج رامي. ايوه. أول كان في شحاتة. اه. زين. فأنت لازم تجيب لهم هاي القصص، امم. تجيب لهم التحول، الترانسفورميشن. أما أنت بتكلمه اعمل كذا اعمل كذا مثلا. امم. انا عندي عيال مختلفين، واحد بيحب القراءه وواحد ما بيحب القراءه. زين. ايوه. فانت اللي ما بيحب القراءه بتحاول تحببه في القراءه، اه صح. بس انه يعني تغصب هذا الولد او البنت انه هو يقرا، لا، ما راح تمشي. امم. الشيء اللي بالغصب بيكون ما راح يمشي. امم. فمثلا انا امس كنت في احد المكتبات المعروفه في الخليج، مكتبه جرير، امم. وخذيت تو سيتس اوف بوكس. امم. واحد منهم هني. اوكي. زين. اوكي. هذا كنت يعني بخلي عليه اللابتوب على اساس ارفع الشاشه، بس ما مشي الحال، اوكي. فتصرفت بشيء ثاني. فهذا الست في ست ثاني بعد. امم. فانا يعني راح اخير ولدي وبنتي عاوزين اي واحد. اوكي. اوكي. زين. طيب هم راح يقروا ما راح يقروا، ده مش شغلي انا. انت صح. عليك بتوجه. امم. امم. في ناس تتقبل التوجيه بسرعة، في ناس لا تنتظر. في ناس في ناس احنا بنقول يعني في الخليج امم. تنتظر لما الدنيا تعطيها كف. اه. لما اه. الدنيا بتعطيها كف بعدين ايوه. يوتعي بيقول خسارة والله. ايوه. يعني جاتني هذه الفرصة وأنا ما سويت شيء. فأحسن طريقة للتعامل مع الجيل الصاعد والواعد إن شاء الله امم. هو الستوري تيلينج. يعني مثلا عندي أنا تعاون مع أحد الشركات في البحرين، أنا بكون هوست إلى بودكاست تبع الفاوندرز. اوكي. فبتعمد بجيب شخصيات اللي ما حد يعرفها.
امم. على اساس ان ابرزها في المجتمع، لان في رواد اعمال تم ابرازهم بشكل يعني كثير صح. في الاعلام. صح. فانا مثلا جبت من الاشخاص اللي احترمهم واخ عزيز واعرفه من زمان، امم. اسمه احمد منصور، اوكي. ابو عيسى. وهذا احمد منصور يا حبيبي كان يوم من الايام مضيف طيران. امم. اليوم يمتلك واحده من اكبر وكالات العقاريه في البحرين، اوكي. من اوكي. مضيف إلى أكبر وكالة من اه. وكالات العقار في البحرين. فأنت بتحكي هالقصص، بتروي هالقصص، بتوريهم أنه ممكن. يعني عودة إلى تعليقك I can't، لا ممكن. امم. فأنت توريهم هاي القصص. ايوه، ايوه، ما فضروري جدا الستوري تيلينج يكون موجود. صح. انا I agree with you. اولا زي ما بتقول، الانسان ما بيتعلمش غير لما يتضرب على قفاه يعني. زي ما بيقولوا في مصر يعني. أيوة. وهو ده مع الاسف. يعني انا حتى ابني الكبير 17 سنة لسه بقول له يعني قريب، اقول له بص، حتى لو ما خدتش كلامي واخدت بيه والنصايح اللي بديها لك فور فري، انا عادي. قلت له الحياة هتعلمك، والحقيقة قلت له الحياة قاسية جدا، لما بتتعلم يعني. فأنا بحاول، أيوة أنا أيوة أيوة. بعمل زي ما كان والدي بيعمل فيا. ما كنتش أعرف الكنز المعلومة اللي هو كان بيديها لي. وزي أي شاب صغير يعني كنت بطنش زي ما بيقولوا بالمصري. ما أيوة أيوة لا، أيوة. لا، انا هعملها. انا اي نو بيتر. انا عارف. ابني بيعمل فيا نفس الشيء. ف it's only يعني it's only normal وكده يعني. وزي ما بتقول الناس حتى الكبار they don't connect الا بالستوري تيلينج. انا النهارده لما باجي اقعد مع آه، لما باجي اقعد مع مع اي حد، اقول له ادي رحلتي، وانا كبير، انا مش صغير، ولكن انا مم. اخدت قرار جريء ان I will overcome كل التشالنجز وهعمل حاجه من نفسي. فهو قرار في الاخر، هو قرار حلو. مع زي ما بيقولوا مع كل الحاجات الحلوه، كل التشالنجز وكده. I totally agree with you. آم، عندي يعني سؤال كده لطيف جدا. محمد يقول ايه لمحمد لما كان عنده 16 سنة؟ ينصحه بايه؟ والله محمد بيقول ايه لمحمد اللي عمره 16، سؤال اول مره نسال فيه صراحه، اه. زين. ولكن في قرارات خذيتها في حياتي أنا ممكن كانت تغير حياتي، ما خذيتها. مثلا بعطيك مثال. مهم. أنا خبرتك أن أنا طويل يعني من يوم عمري 14 سنة. ايوه. فمرة كنت في أحد المباريات كرة الطائرة بين أحد الأفرقة في البحرين. مم. فكان جنبي واحد أكبر مني سنا ولابس اللباس الرسمي الخليجي اللي هي الثوب والغترة. مم. قال لي أنت طويل، مم. تلعب في نادي؟ قلت له لا والله ما العب في نادي. قال ليش ما تلعب عندنا؟ قلت له انت مين؟ قال انا نادي المحرق. اوكي. قلت له بس انا ساكن في مدينة عيسى بعيد. مم. قال ايش عليك من بعيد، الباص بيجيك لبيتكم مم. مم. و... و... وراح نفصل لك ثياب ونعطيك كل شيء و... ونرتب لك كل شيء، انت ما عليك. اه، قلت له لا. قام وعطاني البزنس كارد تبعه. اوكي. اوكي. اه. بعد ما خلصت المباراة هو مشي وانا مشيت، انا قمت ايش؟ رميت البزنس كارد وقلت في نفسي ده واحد فاضي. اوكي. اوكي. فانا اليوم لما بطلع بتكلم يعني اشهر يعني كلمة اليوم عندي مم. اللي هي ايفرست ليدرشيب مم. كينوت وورك شوبس. فمن ضمن الاشياء اللي بتكلم عنها في هذا الكينوت او الورك شوب، يعني حتى الحين انا عندي 5 مجموعات قاعد ادربها في الرياض، تقريبا 200 بروفيشنالز. مم. فبقول لهم يعني انا عندي هذه السبيتش عندي عليها تقريبا 166 سلايد، فلما اجي حق الكلاينت مم. بعمل ديليت. اوكي. بس لو
جاني كلاينت وقال لي محمد معلش يعني سامحنا، احنا ما نقدر الا نعطيك الا مثلا ربع ساعة، امم. 20 دقيقة، فانت اختصر ايوه. السبيش تبعك. فقلت لهم انا ايش، لو بعمل هالشيء عندي سكشن معين في السبيش ما راح الغيه ابدا. امم. امم. وهذا السكشن يتكلم عن الفرص، امم. يتكلم عن الفرص. وهذا السكشن فيه ثلاث انواع من الفرص. اول شيء chasing opportunities، ان انت تلاحق الفرص. اوكي. اثنين capturing opportunities، اذا امم. جاتك فرصة تاخذها. امم. ثلاثة creating opportunities، أنت تخلق الفرص. أنا في مثالي اللي أعطيتك إياه الآن، هو أعطاني البزنس كارد تبعه، ايوه. ايوه. وأنا عملت إيه؟ رميت البزنس كارد. ايوه. ف I did not capture the opportunity. امم. يمكن كانت حياتي تتغير، امم. يمكن رحت لعبت في هالنادي، يمكن صرت محترف بعدين، يمكن هم أعطوني بعثة للجامعة، امم. يمكن صرت مدرب في المستقبل لكرة الطائرة. ف يعني هذه مثال، يعني ان محمد يوم كان صغير امم. بعض الفرص تجي ما كان يفكر فيها. اوكي. انت تاني، انت عشان ده مهم قوي اللي انت بتقوله. ثلاث انواع فرص، صح؟ ايوه. الفرصه اللي you create، صح كده؟ chasing opportunities، chasing. capturing opportunities، و creating opportunities. اوكي. انا بقع في الثالث واحد ده creating opportunities، عشان لا انت ممكن تقع فيهم كلهم. كلهم. يس ايوه. يس it's very very important. و وعلى نفس النوت الاوبورتونيتيز، مشكلة ان الناس بتجيلها الاوبورتونيتي زي مش زي كده ويرميها، وبعد بعديها يقول يا ريتني اخدتها. عشان كده انا مراتي بتتجنن مني لما باخد الاوبورتونيتي، بنط على اول اوبورتونيتي بتجيلي. ايوه لان ايوه. انا عندي اعتقاد، وما اعرفش if you agree ولا لا، الاوبورتونيتي ما بتجيش تاني. والله يعني شوف، يعني في ناس تقول ما بتجيش مرة ثانية، بس انا اقول يعني if you missed it you create it again. انا بعطيك مثال. امم. انا لما كنت رئيس مالي في احد البنوك الاستثمارية في البحرين، امم. كان عندي تيم، وكنت سنويا بخلي لهم راتبين، يعني معاشين في السنة. هذه الميزانية التدريب تبعهم. اوكي. طيب في حد يروح يطلع؟ ما حدش يطلع. ما حدش يطلع. فلما جت الأزمة المالية العالمية في 2008 هذا البادجت راح، اوكي. وراحت معاه الفرصة. راحت. امم. أيوه. ده it's very يعني دايما، يعني دايما بقول للناس يعني what you have to create your own chances. ودايما بقول للناس حتى one of my old managers، يعني بحاول اساعده الايام اللي فاتت ان هو يلاقي شغل. يعني هو he's the same age يعني. قلت له بص، احنا في سن احنا مش بنرميش سيفيهات يعني. it's not doesn't work that way anymore يعني for our age. يعني it is you creating your own personal brand, you creating your own شكل. يعني انت اللي بتقول للناس انا موجود، انا هنا، اللي عايزني أيوه يجي لي. ف this is أيوه. this is how things are happening. طيب أنا أعطيك مثال جميل جدا، يعني اتفضل إذا تسمح اتفضل. لي أقول لك هاي المثال. شفته اه. في السوشيال ميديا من يومين، امم. لأن في كاريكاتير أو كرتون، واحد بيلاحق فراش أو عنده شبكة يبي ايوه. يصيد الفراش. ايوه. فمكتوب في التعليق فوق stop chasing butterflies. ايوه. تحت ايش فيه؟ في تعليق يقول build a garden the butterflies will come to you. ايوه. اوكي. اوكي. عرفت؟ فبدال ما تلحق الفراش، اه. ازرع حديقة فيها ورد، الفراش هيجي فوق الورد. اوكي. فهذا اللي انت تفضلت فيه، ان احنا في وقت البيرسونال براندنج، امم. وان الفيزيبيليتي وتكون موجود في كل مكان. ف فلذلك لما نادين خبرتني اعرفك على مهند تطلع بودكاست، قلت لها ليش لا نطلع. فما مثلا اقول يعني مين ده مهند وعنده فولورز وايش الريتش تبعه، لا خلاص اطلع. احنا ايوه. وش قاعدين نسوي؟ قاعدين نسولف، ما قاعدين يس نسوي شيء. يس يس يس. ده حقيقة يعني. دايما بلاقي الاوبورتيونيتي
ان حد يطلع معايا. it is a win-win situation ل both parties يعني، لان انا بتعلم منك حاجات و... وانت بتتعلم مني حاجات لو ايوه ايوه آه. بالضبط. وفي الاخر احنا اسباب زي ما ربنا بيقول اسباب، احنا موجودين عشان نساعد الناس يعني. لان في الاخر 100%. آه، انا making البودكاست ده هو in a way احنا عايزين نساعد الناس، لان الناس محتاجة guidance، ومحتاجة يشوفوا نماذج ناجحة ونماذج inspiring. طيب، فانا كنت عايز اعرف منك الثلاث حاجات بقى. انت you're a speaker بقالك قد ايه، وايه ايه اللي خلاك تدخل في مجال السبيكينج؟ والله هذا سؤال جميل. شوف، انا اولا قبل لا يعني نجاوب على هالسؤال، امم. خليني اقول لك انا يوم من الايام كنت بادئ سبيكر، واصلا عندي تجربه سيئه جدا في الخطابه. مره من المرات كان في احتفال، فانا كنت حاضر الاحتفال في هذه القاعه، امم. وجاني احد الكبار يعني اكبر مني سنا، وقال تعال انت شاطر في المدرسه، تعال اقرا دي السبيتش، اقرا دي الخطاب. اوكي. انا اوكي. قلت له متى؟ قال لي بعد 10 دقائق. اه. كان موقف سيء جدا يعني. كنت بحاول اقرا الخطاب مم. والكلمات والحروف تنط فوق وتحت، ايوه. ويعني كنت حاسب حرارة، بس أبي بس أخلص بسرعة. ايوه. ايوه. اه. ويعني كانوا يعني ناس من أهلنا موجودين في القاعة هذه وحاضرين الاحتفال. امم. فلما جلست مع واحد من أهلنا جنبه، امم. فقال لي أنت هذا عمرك ما تعرف تقرأ؟ أمم. انا عمري يعني ما ادري كان 13 14، مش ما اذكر يعني، اوكي. في هذه الحدود. فيعني انا بروحي مصدوم، ويعني التجربه كانت سيئه، ويجيك هذا بعد ويزيد فانا يعني تباعدت عن الخطابه أمم. لمده طويله جدا. يعني حتى في المدرسه لما يجيني المدرس يقول لي اقرا هذا النص في الطابور الصباحي، بقول له سوري. أمم. ف الى الثانوي، بعدين في الجامعه لا، في الجامعه خلاص انا عارف ان بعد الجامعه انت بتداوم، وفي أمم. الدوام لازم بتسوي خطاب، بتعمل برزنتيشن، أمم. فلا بد انه خلاص تتكيف. ففي الجامعه غيرت الاستراتيجيه. فمثلا لما البروفيسور يقول مين حاب يشرح او يعطي البرزنتيشن، انا اول واحد برفع يدي. اوكي. بديت أقرأ عن الخطابة، بديت أطور روحي في الخطابة. امم. وبعدين دخلت التوست ماسترز لما أنا كنت في جدة في أمم. السعودية، أمم. وبعدين في دبي، وبعدين لما رجعت البحرين بعد شاركت في البحرين، أمم. وكملت التراك كله تبع التوست ماسترز. يعني خذيت الشهادة العليا اللي هي Distinguished توست ماسترز، أمم. اللي هي بتخلص التراك تبع الكوميونيكيشن والتراك تبع الليدرشيب. وطبعا في اثناء هذه الرحله الطويله، يعني انا خذيت هذا الشيء في 7 سنوات ونص. أمم. كنت استثمر في دي في ديز، في سي ديز، في كاسيتس، في بيرسونال كوتشنج. يعني دفعت آلاف الدولارات على اساس انه اكون يعني قوي في السبيكر، او السبيكينج بالاحرى. أمم. الشيء الثاني، متى انا حبيت السبيكينج، يعني ان حبيت ان قلت لا، أمم. هذه شغله جميله جدا. اوكي. لما كنت في يونيليفر كانوا يجيبون لنا اجانب كثير بيعملوا ورك شوبس وكورسز، أمم. فانا دائما كنت اقول والله هذه الشغله حلوه، انا ايوه. عاوز ذي. اه. اه. فالبذره انزرعت من ايام يونيليفر طبعا. اصلا حتى انا وانا في الجامعه لما تخرجت كنت حابب ان بعد 10 سنوات اخذ لي بريك، اوكي. اخلي بريك سنه، مع ان هاي الكونسبت مش موجود اصلا في الخليج. ولا في مصر بصراحة. ايوه، لا انا والله. انا يعني من نفسي طلعت اه. لي هذا الشيء. اه. فما صار بعد 10 سنوات، امم. صار بعد يمكن 14 سنه ونص او اوكي. اكثر، او 15 سنه. امم. وطلعت وانا قريبا جدا راح اكمل 10 سنوات من طلعت من الدوام، امم. والامور ماشيه ولله الحمد. طبعا لما اقول الامور ماشيه ولله الحمد،
لازم الناس اللي تسمع أو تطالع هذه الحلقة تفهم شيء مهم، مم. أن الفلوس مش موجودة زي الراتب. ايوه. يعني الفلوس فوق تحت، بعض الأحيان ما فيش فلوس. يعني أنا أذكر في 2019 كان عندي حسابين، لو مم. بتجمع اللي فيهم مع بعض يطلع لك 3 دولار ونص. اوكي. طيب تعمل فيهم إيه 3 ولا دولار ولا ونص حاجه، ولا حاجه. أيوة. اه. فالرحلة مش سهلة، ولا مم. تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى جهد. و... اه. والواحد لازم يكون يعني حابب هاي الشغلة صح، صحيح. للأمد البعيد، مش إنه يعني هي إحنا بنقول طربة. وايوه. لا، هو كلامك صح، صح، لان يعني مع الاسف ان الناس النهارده very materialistic، مع الاسف يعني كتير 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 بيبصوا على فلوس، قد ايه فلوس، وايه أيوة البراندات أيوة. اللي انت شاريها، وايه ما اعرفش ايه. دايما انا بطلع اقول في اي مناسبه، تدريب او سبيكينج انجيجمنت او حتى نتوركينج، بالنسبه لي انا كمهند، بالنسبه لي الفلوس باي برودكت، باي برودكت، مش هي الاساس ولا الموتيفيتور الاساسي بالنسبه لي. الموتيفيتور الاساسي بالنسبه لي هو تغيير عقليه الناس تجاه حياتهم، ان هما there is more to life than اروح الشغل وارجع. there is more to life than that يعني. ف ف 100%. وانا وانت احنا سيبنا الكوربريت. انا بقالي داخل على 6 سنين سايب الكوربريت اوفيشلي. انا فريلانسر و سولوبرينور، عندي بيزنس وعندي بودكاست. ولكن في الاخر يعني انا لو ما اشتغلتش مش هيجي لي فلوس، حتى لو فلوس صغيرة. بس في الاخر انا بحاول اعمل حاجة which is much more difficult عن ان لما بشتغل انا عارف الجوب ديسكريبشن بتاعي، التاسكات اللي عندي كل يوم. بس انا في الاسبوع انا ممكن يبقى عندي كمية حاجات مختلفة بشتغل عليها لوحدي. ف I agree with you يعني. طيب. هو شوف، يعني أنا ما أقول إنه يعني الواحد ممكن يعني على اساس بعد نكون منصفين. يعني في ناس في الدوام، اصلا الدوام بالنسبه له يعني شيء جميل اصلا. امم. يعني البوزيشن اللي عنده، او الفانكشن او الدائره اللي هو فيها بتناسب شخصيته وهو مبسوط. يعني مظبوط. مثلا في ناس اللي يشتغلوا في المبيعات مبسوط، لان فيها تشالنج وفيها اهداف وفيها سفر وفيها لقاءات، فهو شخصيته بتحب هالشيء. وفي واحد بعد ثاني لا، هو اصلا تبع الحسابات ومحاسب، وعاوز يعني خلاص بيخلي دماغه في الارقام. ففي ناس مبسوطة، يعني مش بالضرورة ان انت تكون في الدوام وما تكون مبسوط. بس انت مثل ما تفضلت، يعني انا لما كنت في هذا البنك كرئيس مالي، انا عملت اشياء كثيرة الناس الثانية في نفس المنصب تحلم فيها. ما كان في اشياء جديده. يعني ليه اليوم لو صار ان انا 10 سنوات جالس، يمكن انا قاعد اسوي مثل الشغله اللي صارت روتين، ما في يعني اكسايتمنت، ما في بروجكت. يعني مثلا الاي بي او عملت، يعني دخلت الشركه في البورصه، بورصه اوكي. البحرين، بورصه اوكي. الكويت. اوكي. عملنا كابيتال ريز، زدنا راس المال في امم. الكويت في البحرين. عملنا ديت ريزنج، جبنا ديون حق الشركه تتوسع اعمالها. امم. جبنا عملنا ريستراكشرنج حق الجروب. اوكي. خلينا لايسنس جديد، بدال وزارة التجارة رحنا إلى البنك المركزي. امم. فأشياء كثيرة عملتها. امم. بس بعدين ما في، خلاص يعني ما ايوه. في شيء. ايوه. يعني أنا إذا بداوم معلش في أشياء روتينية، بس حابب يكون عندي بروجكت اكسايتنج امم. بيضيف إليه الشغلة. إنزين. صح. مش انه بس انا جالس يعني في واحد بيقول لك كم سنة عندك خبرة، بيقول لك 30. امم. هو في الاساس واحد ضرب 30 مش ايوه. 30. ايوه. ايوه. صح. مظبوط، مظبوط، مظبوط. طيب، كنت عايز اسالك ايه الانجاز اللي انت حاسس you're most proud of، يعني انت مبسوط منه انك عملته يعني. والله شوف الانجازات، الحمد لله انجازات كثيرة، ولكن شوف اكبر انجاز هالايام امم. الواحد ممكن يسويه انه يستثمر في عياله. اوكي. بيربيهم بطريقة كويسة، بيرشدهم بيوجههم، لان هم احسن استثمار صراحة.
انت مهما سويت، مهما طلعت فوق وتحت، هذا شيء يعنيك انت. امم. بس انا عندي ترى موديل حق الليدرشيب، والموديل هذا فيه 5 مستويات او 6 مستويات. امم. اللي هو البيس كامب، اللي هو المخيم الرئيسي حق ايفرست، وبعدين بتروح المخيم الاول الثاني الثالث الرابع الى ان توصل السمت. السمت انا بالعمد انا مخلي فيه leaving a legacy. اوكي. يعني بعد ما انت تمشي من هالدنيا ان شاء الله بعد عمر طويل، امم. اللي خلفك مين؟ عيالك. صح. فايش الليجاسي اللي راح تخليه في عيالك؟ امم. انزين، هذا اكبر استثمار. مظبوط مظبوط مظبوط. يمكن في ناس تقول هذا الكلام فلسفي، ولكن انا اقول لك لا، مش فلسفي ولا حاجة. لا لا. يعني ما في فايدة من شخص انه يكون ناجح ويطلع عيال فاشلين. صح. لا لا. وهذا اللي يصير في الشركات العائلية، اغلب الشركات العائلية امم. المؤسس يبني الشركة، امم. يجوا عياله الجيل الأول شوي يحافظوا عليه، يجي الجيل الثالث امم. يدمر الشركة. مظبوط مظبوط. طيب وانت بتقولي you're an adventurer، فاشرح لي ازاي دي داخله في تكوينة الشغل مع الشغل بتاعك يعني. يعني I imagine you're a risk taker يعني. I am يعني أنا لو مش ريسك تيكر ما طلعت من الكوربريت وتميت مكاني. امم. امم. آه، يعني مثلا اليوم أنا حاط في السوشيال ميديا حق الانستغرام مش اللينكدين، امم. حاط إن أنا ناط من طيارة من ارتفاع 4000 متر. امم. فهذه أحد الادفنتشرز اللي عملتها. طبعا أنا أي شيء في حياتي أسويه، امم. اي رحله اي شيء اسويه في حياتي، لازم بفكر انه ايش ممكن يطلع منه. اوكي. زين. اوكي. مثلا هذه النطه لما انا رحت سكاي دايف دبي، ايوه. عملت عليهم ارتكل. اوكي. عملت عليهم ارتكل كيف ان الكاستمر اكسبيرينس، كيف الزبون يدخل في الكاستمر اكسبيرينس تبعهم، الاكسبيرينس جيرني. اوكي. فهذه يعني اي شيء يصيدني بكل بساطه يكون ممكن تطلع منه حاجة. امم. يعني حتى مثلا مثل ما خبرتك، يعني أكبر سبيتش عندي طلبا اليوم هو الإيفرست ليدرشيب سبيتش. اوكي. أنا لما رحت إيفرست بيس كام، امم. فتحت 2 فولدرز في اللابتوب. امم. واحد سميته إيفرست سبيتش، الثاني سميته إيفرست بوك. مش عارف حيطلع مش يطلع، مش عارف. بس انت يعني خلاص تخلي الفكرة دي في الهواء، وبعدين ربنا يحلها. فلما رجعت من الرحلة هذه، لا الرحلة كانت عجيبة يعني الصراحة، كانت ولا اليوم أقول أحلى رحلة في حياتي. اوكي. اوكي. كانت مختلفة جدا. فالحمد لله السبيتش استوى، امم. وقدمت السبيتش في يمكن 8 دول. آلاف الأشخاص شافوا السبيتش هذا. امم. الكتاب ايفرست بوك. امم. طبعا في كتاب انا راح ان شاء الله انشره خلال هذه السنه، بيكون واو. اسمه ايفرست انسبيريشن. مش الكتاب اللي انا بيه. امم. يعني انا دائما وش يصير عندي؟ يصير عندي كتاب معين، بس امم. انا على اساس تو كيب مومنتم اعمل كتاب ثاني على اوكي. ما انا انتج الكتاب اللي في بالي. فهذا ايفرست انسبيريشن عباره عن 101 صورة لأعلى جبل في العالم، ويقابلها انسبريشنال كوت من كلايمر أو شخص ثاني. اوكي. وفيري انسبريشنال هذا الكتاب، يعني تعبت عليه. ويعني أنا بديت أشتغل عليه من أغسطس 2023 وإلى اليوم ما طلعته. يعني واو. حتى أمس كان في أبديت لازم اه. أسويه. زين. وانت في الكتاب ده واخد كلايمرز من مصر، عمر سمرة معاك في الكتاب ده ولا؟ لا مش معايا عمر مثلا، بس اه. ابعث لي الحساب، خلني أشوفه. اه. اوكي ماشي. انا يعني بحب انه يعني اعمل اشياء الى ما انا اعمل الشيء اللي في بالي. فمثلا اليوم بوجود الاي اي يو كان برين ستورم، مم. بتطلع افكار وبتقيمها مع الاي اي. مثلا صح 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 صح. تاريخ 24 سبتمبر كنت بلعب كرة مع اصغر عيالي اسمه علي. اه. خبرت بابا انا لازم اروح تحت اسجل حاجة في اللابتوب على اساس ما انساها. قلت له اها. باي باي. ايش طيب. هي الحاجة كانت؟ اه. الحاجة كانت ان جاتني فكرة ليش ما اكتب اه. رواية. اه. رواية، وعلى فكرة أنا عمري ما قريت رواية، ها. مم. فما ما تقرأ روايات وتكتب رواية يعني شيء غريب. يعني صح. حتى مرة في أحد الفعاليات ذكرت هذا الشيء، وفي
شخص من الجمهور احتج احتجاج كبير بعد الايفنت، مم. يعني خبرني هذا يعني انت ما يصير وهذا غلط، كيف انت يعني لازم انت تقرا حق تالف. مم. قلت له انا بالف شو اسوي؟ انا آه. خلاص الفكره عندي ابى اسويها. ايوه فانت صح. ما تقدر تجبرني ان انا اقرا روايات بعدين اكتب روايه. مم. عموما فانا رحت للشات جي بي تي وخبرته. اه. قلت له اه. قلت له I have this idea مم. of writing a novel مم. where six climbers from the six Gulf countries climb Everest together. What do you think? فهو أعطاني رأي. مم. فأنا بعدين خلاص الفكرة خلاص موجودة. مم. زين. صح. فأنا لما أعمل هاي الأفكار أحب أدخل فيها يعني creativity، إبداع. مم. نوع ثاني، يعني هاي الرواية مش حتكون رواية خيالية فقط، مم. لا هاي الرواية راح تدرس دروس قيادية من خلال الرحلة. مظبوط. زين. بالظبط. فهي راح يعني supplement my speaking. مظبوط مظبوط. يعني أنا ممكن أعطيها كلاينت أقول له هذا توزعها على الموظفين، مم. ولما أجي راح نناقش بعض الأمور اللي موجودة في الرواية. صحيح. فأنت the sky is the limit to what you do. صحيح لان الناس اللي بتطلع ايفرست كلايمرز لما بيبقوا معاهم تيم، الترو ليدرشيب بتاع الشخص بيبان في المواقف أكيد. الدينجرس والصعبة وده بيرفلكت الشخص ده. لو هو في الكوربريت اسلوبه هيبقى شكله ازاي يعني، لان أيوه. ده فانا دايما بحب اربط بين كلايمرز. انا دايما بحب اتكلم عن عمر وسمرة، لان عمر صديق ومن الناس اللي فعلا عامله امباكت قوي جدا في ما شاء الله. في الموضوع ده يعني. فبس يعني فانا I agree with you طبعا على كل شيء. طيب آم، كلمة أو جملة تديسكرايب محمد. يعني أنا على طول يعني جات فكرة في بالي، بس يعني أخاف أقولها ويعني المشاهدين بيقولون هذا مغرور أو شيء. لا لا أقولها. أنت لما سألتني كلمة to describe محمد على طول طلعت لي كلمة واحدة، على طول على طول طلعت لي كلمة unstoppable. أوكي. حلو. جميل. جميل. هذه اللي طلعت. هذه اللي طلعت من لا غير ده تفكير يعني كثير. مية مية unstoppable. مية مية. أنت أي. أسرع واحد قلت لي الرد باي ذا واي يعني. أسرع واحد. طيب إيه حلمك يا محمد on a personal أو professional level يعني؟ والله شوف أنا الآن عندي أحلام كثيرة. أنا أصلا لما أطلع بعمل محاضرات أسأل دائما الأودينس الجمهور what's your Everest. أيوه. يعني حلو. شوف حتى بعطيهم ريسبانس. أوكي. ريسبانس مكتوب عليهم what's your Everest. أنا فأنا عندي كثير عايز واحدة، إيفرست. عايز ريست باند. أرسل لك واحدة عشان اثنين. احطها. اوكي ماشي تمام. تمام. فدائما بقول يعني واتس يور ايفرست، لازم يكون عندك ايفرست في حياتك. الايفرست هذا ممكن يكون على مستوى الشخصي، مم. ايفرست يكون على مستوى العمل، ممكن يكون اي شيء. يعني انا مثلا الان قاعد اسوي تحدي القمم السبع اللي هو لازم تطلع اعلى قمة في كل قارة. صح. فالحمد لله خلصت قارة استراليا، طلعت على جبل كوزيوسكو أعلى جبل في أستراليا. وحسب البحث اللي سويته أن أنا أول بحريني يصعد هذا الجبل. بعدين رحت جبل كليمنجارو في تنزانيا، أعلى جبل في افريقيا. أفريقيا. مم. في نهاية جولاي بداية أوغست رحت روسيا على أساس أتسلق جبل إلبروس اللي مم. هو أعلى جبل في أوروبا. ولكن للأسف ما طلعت فوق، يعني ليلة السمت جاني ألم في الرأس. مم. وعملت حسبة يعني سريعة ريسك اناليسس، وبعد ساعتين ونص من التسلق رجعت اوه. إلى البيس كامب. مم. أوكي، فهذا راح المشروع ينتظر إلى السنة القادمة إن شاء الله. ان شاء الله. فهذا يعني مثال على التسلق. مم. في أشياء كثيرة بسويها في حياتي. مثلا قلت لك أن أنا عندي كثير من الكتب قاعد أكتبها وأخلصها. مم. فعندي كتاب، يعني هذا الكتاب إذا طلعت هذا الكتاب خلاص أنا بسمي روحي كاتب. اوكي. اوكي. الكتاب هذا يعني هو بيكون خلاصة حياتي العملية، مم. وبيكون اسمه جنجل انكوربوريتد، اوكي. يعني كتاب شركة الغابة. اوكي. فبيكون حلو.
بيكون في ثلاث أقسام. القسم الأول prior to the jungle. ايوه. أوكي. يعني ما قبل الغابة، ما قبل دخول الغابة. مم. اللي هو راح يكون من يوم أنا صغير، يعني راح أبتدي مثلا من القصة اللي قلت لك إياها يوم اختار المحاسبة، مم. إلى أن أكون في شركة يونيليفر العالمية. مم. بعدين انسايد ذا جنجل لما اكون انا رئيس مالي في الشركه او البنك الاستثماري لاحقا. وبعدين اوتسايد او اسكيبنج ذا جنجل هو الهروب من الغابه، اللي هو الحياه اللي انا بعيشها دلوقتي. ففي اهداف مختلفه يعني. آه، قطع الصوت ترى. معلش، كده اي كويس. لا، حلو كده. اه، ده جميل جدا يعني، جميل جدا. طيب، انا اتمنى لك كل الخير ان شاء الله، وكل التوفيق يا رب يا رب، دايما دايما. وانت لو زرتنا في القاهرة، حابب اشوفك يعني. بصراحة حبيبي، you are very نتشرف. inspirational يعني، واتعلم منك اي حاجة. بس انا عايز ريست باند يعني، دي ان بقى. شاء الله، ان شاء الله توصلك. بعتها لي بقى فيديكس ان بالطيارة شاء الله، بأي حاجة من يعني. عيوني. يعني ده كان شرف لك ان انك انت تبقى معايا على البودكاست يعني. بالعكس شكرا بالعكس، احنا في شكرا الخدمه واحنا اللي نتشرف. شكرا يا محمد، شكرا. الله شكرا يخليك، شكرا شكرا. شكرا على الفرصه هذه. الله يخليك. شكرا لجميع الناس اللي اتفرجت على الحلقة الأسبوع ده. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة مع ضيف جديد، فخليكم معنا والسلام عليكم.